وجد راسك واحد الرحله غريبه وغادي تصدمك، حيت غادي نكتشفوا قصه عجيبه ديال واحد الراجل سميتو جو كراوتش. من برا جو كان بين بحال واحد راجل اعمال ناجح ومحترم، وعنده شركه صغيره ديال الاقراض، وكيبان عليه ان كل شيء غادي مزيان. ولكن من الداخل كان عايش واحد العذاب نفسي. جو كان مدمن على القمر، والادمان ديالو كان كيكبر نهار عن نهار حتى ولا مسيطر على حياته كلها. بحكم الخدمه ديالو كان كيدوز من يدو بزاف ديال الفلوس، ولكن جو ما كاش كيعرف يوقف، كان كيغامر كل ما عنده وكيقضي الليل كامل كيلعب القمر مع صحابو. منين تحل واحد الكازينو جي تحت المكتب ديالو الادمان زاد عنده كتر. ولكن الحظ ديال جو ما طولش، فنهار واحد ضيع جوج شيكات بقيمه 80,000 دولار، هو اصلا ما عندوش ديك الفلوس، وزيد لها في ليله وحده خسر 18,000 دولار دفعه وحده. الديون بدات تكبر والفلوس كطير. جو ولا حاس براسو محاصر من كل جهه. في ذاك الوقت جات واحد الفكره خايبه، بدا كيستقل الابناك والمحلات التجاريه. اكثر من 30 عمليه سرقه دارهم، استعمل فيها السرقه وحتى القتل باش يوصل الفلوس اللي محتاجها. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو، كيفاش وصل هذه المرحله؟ شنو اللي خلاه يدمر حياته بهذه الطريقه؟ قبل ما نبدا القصه نتمنىك دير لايك الفيديو وتشارك في القناه، ونقول بسم الله ونبدا القصه. في شهر ماي ديال عام 2001 ملي رجعت جو للدار، توصل بمكالمه من النيابه العامه. قالوا باللي غادي يتابعوه بتهمه الاحتيال، حيت البنك كيتسالو تقريبا 85,000 دولار. داك الاتصال كان بدايه ديال النهايه ديالو. قلبه طاح وعرف باللي خاصو يقول لمرتو الحقها، ولكن ملي قال لها ما كانش توقع ردة الفعل ديالها. مرتو تصدمات وبدات كتبكي، ما قدرتش تحمل الفكره انهم غادي يضيعوا كل شيء. هو كيشوف فيها كتبكي ودخلت واحد الفكره مريضه في عقله. قال في راسو خاصني نحميها من هذا الواقع القاسي باي ثمن. في ديك الليله المشؤومه شد جو السلاح ديالو ومشى ناحيه مرتو، وقلبه كيدق بالزربه وببوره ديال الدم. وجه السلاح عليها وطلق عليها 4 رصاصات، 3 في الراس وواحده في الصدر. والدار عمرت بصوت القرطاس وريحه البارود. منين شافها طاحت ما كتحركش، عرف بلي خاصو يتصرف بالزربه. كتب رساله لولادو قال فيها باللي دار هادشي بدافع الحب وباغي يجنب الام ديالهم العذاب ديال الدنيا. ولكن في القرار في نفسه كان عارف بلي هاد الكلام كله غير كذوب. عوض يهرب عيط لخو اللي خدام في القانون واعترف له بكل شيء. البوليس توصلوا بالخبر، ولادو تلقاو الصدمه. من وصلت الشرطه لقاو الزوجه ممدوده فوق الفراش ومقتوله بالقرطاس. السلطات نشرت الانذار في كل مدينه وعلموا الناس بلي جو مسلح وخطير. المدينه كلها ولات في حاله استنفار، وجو كراوتش ولا هارب من العداله. المطارده بدات وما كان حتى واحد عارف كيفاش غادا تسالي. من بعد 12 ساعه ديال الهروب جو كان قطع اكثر من 300 كيلومتر. كان عارف باللي مازال ما وصلش الوقت باش يرتاح، ولكن الخوف والتعب ما خلاش يفكر مزيان. قرر يبات في واحد الفندق في ناشفيل، ولكن باسم مزور. سما راسو جي نيلسون. قال الناس بلي هو ارمل ومتقاعد وجاي من الشمال ديال ميسيسيبي، وكان راد البال مزيان حيت عارف البوليس كيقلبوا له. ولكن رغم هذا الشيء بغى يحس شويه ديال الحريه ولو غير مؤقتا. مع الصباح شد طريق لمدينه ماريتا ولايه جورجيا، وفي الطريق شاف السياره ديال البوليس وقلبه بدا كيضرب بالسربه. وهنا شد السرعه القانونيه وداز من حدهم ودير راسو رهاني، ولكن من داخل كان كيغلي بزاف. المشكل الحقيقي ما كانش غير مع البوليس، كان مع الفلوس اللي سالات له. ما قدرش يسحب حتى دولار من الحساب ديالو وما بقى عنده والو غير المحفظه ديال مرتو اللي خاضها من بعد ما قتلها. وكان عارف الا استعملها غادي يكون في خطر كبير، ولكن ما عندوش خيار. قرر يستعمل كريديت كارت ديالها باش يسحب شويه ديال الفلوس. مشى للبنك وهنا الخطه تعقدات. وقع شي مشكل في العمليه وطلبوا منه يهضر مع المدير. وهنا جو خاف بزاف وحس بلا بقى غادي يكتشف البلاصه ديالو. وبلا ما يضيع الوقت مشى كيجري السياره ديالو وشد طريق الجنوب حتى وصل مدينه تاتسونوفيل فين يقدر يهرب من البوليس واخا غير مؤقتا. ولكن الثمن كان غالي، بقات عنده غير 25 دولار، والبنزين حتى هو قرب يسالي. وكان محاصر بلا فلوس وبلا والو. بدا كيقلب في مخو على شي طريقه جديده. وهنا جات واحد الفكره، يسرق المحلات الصغيره اللي غالبا كيخدم فيها غير شخص واحد. كان كيتسنى حتى يفرغ المحل وكيدخل كيمثل بلي كيقلب على شي حاجه، في نفس الوقت كيتاكد بلي ما كاين حتى واحد اخر. ملي كيطمئن كيسد السلاح ديالو كيوجهو للعامل وكيهدو: اعطيني الفلوس وما تتحركش ولا نفرغ لك السلاح. الخدمه كانت سهله والعامل كان كيسلم فلوس بلا مقاومه. جو كيخرج من الزربه وكيمشي يركب سيارته وكيهرب. عقل ديال جو والله دي غير الفلوس السرقه. في السرقه الاولى سرق تقريبا 300 دولار وشد الطريق ومشى لمدينه دايتون بيتش وشد السلاح مره اخرى
وبدا كيدور على المحلات ومحطات البنزين واحده مره واحده، والفلوس بدات كتزيد والسرقات كتكثر. في شهر نوفمبر 2001 كتب جو رسائل لولدو وبنته. الرسائل غتكشف بزاف ديال الاسرار. جو كان عارف بلي الا صيفط الرسائل لمدينه دايتون بيش الخاتم البريد غادي يفتح البلاصه ديالو، لهذا شد الطريق وقطع المسافه حتى وصل لمدينه نيو اورلاينز اللي كاينه في ولايه لويزانا. من تما صيفط الرسائل، وهاد الرسائل عطات تعليمات لولدو باش يتكلف ليه في الشركه ديالو اللي كانت مفلسه. ولكن في الغد ليه ولادو داروا حاجه اللي ما كانش حاسب ليها، مشاو عند البوليس وعطاهم الرسائل وحكاو لهم كل شيء. من ديك اللحظه السلطات شدت الخط مزيان، وحتى الاف بي اي دخلوا في الملف. وجو فهم بلي الوقت مبقاش في الصالح ديالو وخاص يهرب وخاص يتحرك دابا في الزربه. وقال في راسو دابا مبقاش كافي نسرق المحلات الصغيره، خاصني نسرق شي حاجه كبيره. والهدف الجاي كان واضح، هو البنك. جو ما كانش هاوي، كان مجرم ذكي واختار البنك محلي في مدينه اورلاند. اتاكد اللي خدامين فيه كانوا غير بنات، ولكن جو كان عارف ان البنات عندهم مقاومه غير قليله وهادشي اللي كان باغي. المهم في 5 جانفي 2001 وصل جو قدام البنك وبدا كيراقب، وكان صبور وكيتسنى اللحظه المناسبه. وهنا في ديك اللحظه شاف واحده من الموظفات خارجه في وقت الغداء، وقال دابا هذه هي الفرصه. جو كان واجد السلاح والقلب قاصح، ودخل البنك بالهدوء وعارف بلي مابقاش رجوع للوراء. توجه مباشره للمدير ديال البنك ووجه السلاح ليها وطلب منها تطيعو بلا نقاش. ومن بعد خلى الباقي الموظفات يركعوا في الارض، وكان كيتحرك بثقه وعارف شنو كيدير. فرغ الخزانه وجمع الفلوس كامله، ولكن ما سالاش هنا. باش يضمن الهروب ديالو حبس الموظفات في الحمام وربطهم مزيان باش ما يقدروش يخرجوا حتى يكون بعيد. وهو خارج كان عارف بلي الموظفه الرابعه ممكن ترجع في اي لحظه، لهذا خاصو زرب. رجع الفندق ديالو ومع الغنيمه تقريبا 9000 دولار. شعل التلفازه وتفاجأ، خبر عاجل كيهضر على سرقه البنك وبتصويره واضحه الوجوه. قرر يبقى محبوس في الغرفه حتى الغد ليه وبلا حركه. من بعد رجع لحياته اللي ولات بحال الادمان، القمر واللعب الجولف. جو كان عارف خاصو يبرد اللعب شويه، ودوز الليل كامل في الفندق وكيتسنى الضغط ينقص. ولكن رغم كل شيء النشوه ديال المطارده ما كانش راضي تخليه. الاحساس ديال الخطر والادرينالين ديال سرقه البنك كان مازال شاعل في الداخل ديالو، ما قدرش يقاوم. المهم في 2 ابريل جو سرق 12000 دولار من البنك سميتو فيرست ايرلاينز. وفي شهر يونيو من نفس العام دار ضربه اخرى في بنك في مدينه جاكسونفيل وسرق منه تقريبا 14000 دولار. ولكن اكبر ضربه كانت نهار 28 غشت 2002. هذه المره حدد الهدف ديالو مزيان. البنك سميتو كورما بانك مدينه داندان ولايه فلوريدا. بالثقه كبيره والتجربه اللي عنده دخل البنك وسلاح في يده وطلب موظفه توريه فين كاين الفلوس. وهاد الموظفه خافت ووراتو الطريق حتى للخزانه. تما عمر الصاك ديالو تقريبا سرق 40000 دولار. من بعد سد عليه الحمام وخرج هو فرحان، ولكن الفرحه ديالو ما طولش. للاسف هاد المره العامله قدرت تحل الباب ديال الحمام وخرجت بالزربه ومشات عيطات للبوليس. 2 ديال السيارات ديال الشرطه كانوا قرابين وطلبوا الدعم. جو هو سيق وكيبعد على الزنقه اللي فيها البنك، وبدا كيسمع الصوت ديال السيارات ديال البوليس كيقرب منه. هنا حس بلي قرب يتشد وبدا كيخاف حتى قرر يسلم راسو. ولكن هنا كانت المفاجاه، الطوموبيله ديال البوليس دازو من حداه وما شافوش. وهنا شد الطريق وبقى غادي سيق حتى وصل بلاصه اللي امنه. وقف في مكان خاوي وبقى تما شويه باش يستوعب شنو وقع. ودازت ايام رغم انه كانت باقا عنده نشوه ديال السرقه ومازال شعله في دمه، ولكن قرر يوقف شويه ويبعد على العيون ديال البوليس. هنا دخل واحد المنتجع سياحي باسم مزور وبدا كيعيش حياه الرفاهيه بالفلوس اللي جمعها. والهويه المفضله ديالو هي الجولف، ولات جزء من الروتين اليومي ديالو. واحد الليله في شهر فبراير 2003 جو شرب بزاف وبدا كيهضر مع الناس اللي تعرف عليهم. حكى لهم بلي مرته تقتلات وخلاهم مصدومين، ولكن ما كانش عارفينه باللي هو السبب في موتها. في نفس الشهر هما جالسين كيشربوا، دخل واحد الصديق ديالهم وجا مع النشره ديال مكتب التحقيقات الفيدراليه وكانت فيها التصويره ديال جو. هذوك الناس صدموا وعرفوا ان هذا الشخص هو نفسه اللي كانوا عارفينه باسم جي نيلسون اللي كان دخل به المنتجع السياحي مزور. وما تردوش، مشاو عند البوليس وحكاو لهم كل شيء، الاسم مزور والبلاصه اللي كان فيها وكل التفاصيل اللي كيعرفوها. من تما اللعبه قربت تسالي. البوليس تحركوا بالزربه ونسقوا مباشره مع الاف بي اي، والهدف كان يوقفوا جو بلا ما يتاذى حتى شي واحد اخر. الخطه كانت يعزلوه بس بواحد الطريقه ذكيه، حيت كانوا عارفين ان جو ذكي بزاف وخطير وممكن يدير اي ردة فعل تفاجئهم. المهم في 16 مارس 2003 جو كان في الغرفه ديالو في الفندق، ومن النافذه شاف السياره ديال البوليس واقفه وتجاهلها. ولكن باب الحيطه قرر يبقى نهار كامل في الغرفه ويتفرج في التلفازه وما يخرج.
ملي وصل الليل وصلت الفرقه ديال الشرطه للفندق وبداو الخدمه ديالهم بالزربه وحدوا الغرفه ديالو ورموا قنبله ديال الضوء وقنبله ديال الدخان باش يخلطوا ليه التركيز. في ديك اللحظه جو سمع صوت قوي وشاف الدخان عامر في الغرفه، كيحسب ان الفندق شعل فيه العافيه. ولكن قبل ما يستوعب شنو واقع واحد البوليسي هجم عليه وطيحه في الارض وشد السلاح حطو ليه فوق راسو، قال له يبقى في بلاصتو. وهكا تشد جو من بعد 21 شهر ديال الهروب من بعد ما قتل مرتو ورجعوا لولايه تينسي باش يتحاكم بتهمه القتل العمد من الدرجه الاولى. جو كان عارف الفرصه الوحيده باش يهرب من حكم الاعدام هو يعترف بكل شيء اللي دارو، وفي الاخير تحكم عليه ب 51 عام ديال الحبس. والغريب في الامر هو ان جو قال بلي ما ندمش على هادشي اللي دارو، وقال بلي استمتع بكل دقيقه ديال الحريه اللي عاشها، حيت كان عارف من الاول بلي شي نهار غادي يتشد فيه، كانت غير مساله ديال الوقت. وهكا كتسالي قصه ديال واحد الرجل كان رجل اعمال ناجح عايش وسط عائلته مستقره وتحول لمجرم دار جرائم بشعه، والسبب كان هو الادمان ديال القمر. ودابا جو كيقضي باقي حياته في الحبس. شنو رايك في هذه القصه؟ كتب لنا رايك في التعليقات، وما تنساش دير لايك الفيديو وتشارك في القناه. وكاين فيديوهات اخرى في القناه غادي يعجبوك، وكنشكرك بزاف على مشاهده الفيديو حتى النهايه. في امان الله، مع السلامه.